اي اتفاقيات هنوقعها بيننا وبين حماس، وهي بالنسبه لنا منظمه ارهابيه، ومش هنوقف الحرب غير لما المنظمه دي تخرج بره القطاع وتشال منها السلاح كله. لو جينا نبص لنتنياهو فهو مش رافض كده من الباب والطاق، او هو عنده يعني عداوه شخصيه مع حماس. الموضوع اكبر من كده. نتنياهو عنده حلم اسرائيل الكبرى، فالحلم ده مش هيقدر يحققه غير لو القطاع ده فضي. الحلم ده بيشمل اسرائيل كامله، فلسطين كامله، وجزء من سيناء، وجزء من الاردن، وجزء من سوريا. فنتنياهو عايز يعمل مجد شخصي له وتاريخ، فهو عايز ينفذ خطه اسرائيل الكبرى. طب دي نعملها ازاي؟ نعملها عن طريق ان احنا نضغط على حماس ونضغط على اهل القطاع كلهم بحجه ان احنا عايزين نخلص على المنظمه الارهابيه دي. فاللي هيحصل ايه؟ يعني زي ما فهمتكم كده في خطه جدعون، هم هيضربوا الشمال، فالناس اللي في الشمال هتنزل للوسط، بعد كده هم ضاربين الوسط ويصفوا كل العناصر حماس اللي فيه ويجيبوا البيوت على الارض، فالناس هتضطر تنزل تحت للجنوب. الجنوب ده اللي هو عند فين؟ عند الحدود المصريه. فاخر حته في خطه عربات جدعون ان هم هيضربوا برضه الجنوب. طب انت دلوقتي ضربت الشمال والوسط وهتضرب الجنوب، الاب او الام اللي معاهم اطفالهم وشايفين الجيش الاسرائيلي بيديهم تحذير لمده 48 ساعه ان هم يخلوا المكان، ال 2 مليون فلسطيني دول هيروحوا فين؟ طبعا كله هيجري على الحدود المصريه، كله هيقول لك يا جيش يا مصر افتح لنا، يا جيش يا مصر انقذونا، يا جيش يا مصر انتوا كده بتساهموا في حصارنا. فايه اللي يحصل؟ ان احنا شكلنا هيبقى قدام العالم يا اما